ميجا اف ام. قبل ما نتكلم على قصة نجاحنا اللي احنا مستضيفينها النهاردة، وهي مش قصة نجاحه فعلا هو لوحده، لانه هو بيمثل مصر كلها وبيمثل الفن المصري كمان. لكن انا عايزة اشكر شكر خاص جدا 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 لمعدة البرنامج ومعدة ميجا اف ام كلها، اقوى معدة في مصر وشمال افريقيا، وبقول لك كده من زمان يا انا بجد احنا بنشكرك جدا علشان انتي مجتهدة جدا، وانتي يعني كل حاجة احنا بنحلم بيها وانتي كمان بتحلمي معانا وبتحاولي انك تحققي لنا كل حاجه. يعني والله العظيم انا بشكرك بجد بجد. اتحدى العالم بقى. هاتي حضني يا حبيبتي. لا بجد بشكرك جدا يا ياسمين، وان شاء الله دايما كده يعني مع بعض باذن الله، ويعني نقدر ان احنا دايما نقدم للناس اللي بيطلبوه، لان هم كمان طلبوا محمد رشاد. محمد رشاد هو قصه نجاح فعلا، يعني ممكن ما يكونش اخد اللقب النهائي، لكن هو اخد حب المصريين كلهم واصواتهم وتأييدهم وطلباتهم، لان هم طالبينك النهارده بالاسم. زي الفل. انت قصه نجاح مصريه 100%. الحمد لله. وكنا اوف قبل ما نتكلم دلوقتي، كنا بنتكلم معاك، انت قلت انا ورايا مصر والمصريين، مفيش بعد كده كلام خالص. طبعا انت منورنا النهارده. كفايه مصر كفيله بنجاح اي حد. حبيبي يا محمد. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك الاول. الله يسلمك. انت رجعت بقالك 4 ايام؟ 4-5 تقريبا. طب والنبي عايز اسالك سؤال، انت اتفرجت على البرنامج بعد ما انت طلعت؟ يعني اكيد اتفرجت عشان نص عين كده. بنص عين كده. اصحابي مثلا كان يعني هم كلهم كان في علاقه كويسه ما بيني وبينهم الحمد لله. فكنت بتابع اشوف الاختيارات عامله ايه، الاغاني على المسرح عامله ايه، فاكيد تابعته وشاركت في الحلقه الاخيره. بص احنا هنسالك اسئله كتير قوي، بس انا عايزه اول حاجه اسالك على الاغنيه اللي كنت حاسس انك عايز تغنيها في اول لحظه وصولك لمصر، وعايزه اسمعها منك دلوقتي وانت في المطار، واكيد ناس كتير جات لك استقبلتك في المطار، وشفت انت الفيدباك بتاع المصريين كلهم، تبقى اهداء منك لكل المصريين. كان نفسي اغني لكل المصريين موجودين في المطار واللي بره المطار كمان، واللي كانوا بيدعوا لك، واللي كانوا بيبعتوا مسجز، كله استقبلت دعوات كتيره قوي الحمد لله. يعني ده لسه في دعوه هقول لك عليها بس بره الهوا، عشان احنا بندعي ليه وبندعي على انا امي امبارح كنت بتغدى عندها من امبارح، وهي مطلعه عيني، كانت عايزه اكلمك على الهوا، قلت لها هيقولوا ان كوسه بقى والمذيع بيخلي مامته تتكلم، فانا هكلمها لك في على الموبايل، اللي انت مش متخيل هي بتحبك قد ايه. حبيبي ده شرف. وقيس بقى عليها امهات تانية كتير قوي وشباب من البرنامج. الحمد لله ابتديت احس ان انا عندي والدتي طبعا ربنا يديها الصحه، ربنا يخليها بقى تقريبا ليا في مصر في كل بيت يعني الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. فممكن نقول مية مسا على صحبة حلوة كويسة، مية مسا على صحبة حلوة كويسة، قدامي ناس مش أي ناس عالشقاوة مؤسسة، يا صباح الخير بالليل عالناس الحلوة يا ليل، يا صباح الخير بالليل عالناس الطعمة يا ليل، ده زمن بيعلم يا معلم، والدنيا هي المدرسة، ومية مسا. الله عليك يا مسا عليك يا محمد رشاد، وعلى كل المصريين اللي بيسمعونا دلوقتي. خدت ارب ايدل ما خدتوش، انا هنديك ميجا ايدل بقى النهارده. يلا بينا بقى. انت في الاغنيه قلت جمله في الجول، المدرسه الحياه هي المدرسه. طبعا. اتعلمت ايه الدرس اللي كان مهم جدا انك تتعلمه وتعيشه بنفسك في ارب ايدل؟ والله اكبر درس اتعلمته ان مش شرط من بعد خروجي كمان بالذات، مش شرط ان انا اخد لقب عشان يبقى انا فعلا اللقب ده باسمي، يعني مش شرط ان انا ابقى ارب ايدل عشان يبقى عشان تقول انك ناجح او يعني لا، يعني الحمد لله من غير ارب ايدل اتعلمت ان في حب الناس ده يعني مش بقى القائد، مش لازم لقب، يعني كفايه حب الناس، هو ده اكبر مكسب في الحياه كلها.
فده اكبر درس انا خدته في حياتي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا لسه مكملين معاك وعندنا اسئله كتير ومسجز كتير جدا نقراها لك على الهوا، ولكن هناخد فاصل سريعا ونسمع اغنيه لوائل كفوري ونرجع نكمل مع النجم الجميل. وهتقول لنا ذكرياتك معاه طبعا. انا عن نفسي عايزه اسمعها. انا عايزه اسمع كل التفاصيل. طيب ما تنسوش تبعتوا لنا اسئلتكم والاغاني اللي عايزين تسمعوها من محمد رشاد على 192.7. شجعوه بقى على كبير قوي يا مصريين يا جدعان اللي مفيش اجدع منكم. يلا بينا. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. لسه مكملين معاكم النهارده. قلنا في قصه نجاح معانا قصه مصريه 100%. معانا قصه نجاح الصوت المصري الاصيل الجميل محمد رشاد اللي كان وراك وهيفضل وراك 90 مليون مصري. وانا عايز اقول لك بقى على اعتراف كمان. يلا بينا. محدش يقدر يختلف على صوتك وعلى ادائك وعلى طريقتك، ولكن انا من اكتر الحاجات اللي حببتني فيك اكتر واكتر كلام والدتك عنك وكلامك عن والدتك، سواء في البرنامج او في البرنامج التلفزيوني اللي انت عملته بعد كده. ربنا يخليها لك، ودي بتفرق جدا في حياه اي بني ادم ايا كان المجال بتاعه. هي سمعانا الاول راضي عنك خلاص. يا رب يكون سمعانا. يا رب تكون سمعانا عشان سمعانا. هي عارفه ان انا معاكم النهارده. طب احنا بنحييها نسلم عليها. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليكم يا رب. طيب وقفنا فين؟ طيب احنا وقفنا عند وائل كفوري طبعا واللجنه كلها. بس عايزين فعلا نتكلم معاك على كل واحد في لجنه التحكيم في عرب ايدل. ايه اللي انت استفدته منهم وايه اللي يعني هم عاملين ازاي في الحقيقه فعلا؟ واهم كومنتس قالوها لك هم. هنبدا مثلا بالاستاذ وائل كفوري. يلا بينا. كشخصيه طبعا انا بعشق وائل كفوري من قبل ما اكون في البروجرام اصلا. يعني انا كنت ايام الكليه وايام الدراسه كنت دايما بستنى البوم وائل كفوري عشان اسمعه واحفظه واغنيه. تمام. انت متخرج من ايه بس سؤال عن جنب كده؟ انا يعني ليك علاقه بالمزيكا ولا بره خالص؟ لا هجيلك عشان انا يعني اتخرجت من حاجات كتير قوي. بجد والله؟ فيها قصه يعني. انا طيب مخلص تجاره انجلش. اوكي. جامعه طنطا. مخلص دبلوم علي البحار في الاكاديميه البحريه. ظابط بحري. قبطان يعني. انا يعني ترتيبا كده بعد 4-5 سنين ان شاء الله لو كنت كملت ابقى قبطان بحري. حلو. ايه ده يعني؟ وفي حاجه ثالثه ولا ايه؟ انت لسه هتكمل؟ بقى التالت بقى طيار بقى؟ موسيقى عربيه. طيار. لسه طالب لحد دلوقتي. ياه بسم الله ما شاء الله. واضح ان انت بتحب برضو لما تختار مجال تدرسه، يعني مش بس يبقى مجرد خبره او هوايه او اكيد. يعني هو كمان في الفن بالذات الموهبه مهمه والدراسه اهم. يعني الدراسه هي اللي بتثقل اي موهبه عند اي بني ادم. فكنت بتستنى الالبوم بتاع وائل كفوري وانت عشان اقعد اسمعه بقى واغنيه في الحفلات بتاعت الجامعه. اوكي. اهم نصيحه قالها لك هو او كومنت انت فعلا خدت بالك منه ولما اشتغلت عليه فرق معاك؟ هو دايما كان يقول لي انت، يعني هو ما ادانيش اي كومنت وحش ابدا يعني. كان دايما يقول لي انت نجم شباك تذاكر ونجم جماهيري جامد جدا. والنهارده حصل ميلاد نجم شعبي يعني هيكسر الدنيا في مصر وفي الوطن العربي باسلوب مختلف. الحمد لله. الحمد لله. بعد بقى وائل كفوري في نانسي عجرم. حبيبه قلبي طبعا. حبيبتنا كلنا يا حبيبه مصر ملايين. حقيقي جميل. في الوطن العربي طبعا كله يعني مش بس مصر. هي محبوبه ما شاء الله. بنات وشباب وولاد كل الاعمار واطفال. كله. واكتر مطربه مش مصريه غنت لمصر، هي عملت اكتر من اغنيه لمصر على فكره زي حسين الجسمي. بالظبط. لا انا بكلمك كمان الجسمي ده على جنب طبعا. نانسي من الشخصيات الطيوبه قوي القريبه للقلب. اللي هي ما بتحبش تجرح اي حد حتى لو يعني حتى لو مش عاجبها. صح. بس ما بتحبش تجرحه. يعني توصل له المعلومه بشياكه طيبه. هي يعني اكتر حاجه قالتها لك وفادتك فعلا. اكتر حاجه قالتها لي وفادتني او بسطتك. قالت لي يعني هي دايما كان كومنتها بص شوف رشاد بيعمل ايه. ده امتع كومنت انا شفته. بعد كده بقى كان عندي انا مشكله ايامها كده، كنت تعبان وبغني. فقالت لي خلي بالك من النفس، يعني خد نفسك ومرتاح قوي وغني براحتك. فابتديت اشتغل على الموضوع ده والحمد لله بقى احسن يعني. الحمد لله. احلام. خبرة كبيرة في الفن وفي الغنى وكل كومنتاتها
يعني كانت بوزيتيف، كان بيبقى فيها مثلا حاجات صغيره اللي هي انت ليه بتغني شعبي بس، انت دايما بتغني شعبي. هو ده تقريبا كان الجدال اللي بيحصل. وكان دايما وائل ونانسي وحسن شافعي بيبقوا بيدخلوا في جدال معاها بسبب النقطه دي. فهي رايها على راسي من فوق، وبستفيد منه طبعا من خبرتها، ومحدش يقدر يتكلم عنها يعني. حسن الشافعي بقى الاستاذ ده حبيب قلبي بقى. قربت منه انت، انا كنت حاسه ان في بينكم وبين بعض تفاهم. وهو كمان كان شايفك في حته كده وفي اغاني، وكنت حتى كان بيطلب منك ساعات تغني لمغنيين معينين. بالظبط. هو في بدايه البروجرام كان عدد المصريين كتير، فطبعا كل حد مركز على الصوت القريب منه يعني اللي هو بيحبه. فهو كان تقريبا يعني مؤمن خليل كان اكتر حد حسن بيحبه. فبداية لما البرنامج ابتدى يتقدم والناس العدد المصريين يقل، بقيت انا ومحمد حسن وايناس. فبقيت يعني حتى في الباك ستيج يبقى هو يقابلني يقول لي انت خطير، انت مدغدغ الدنيا في مصر. انا طبعا يعني ما بشوفش حاجه. قالها لك كذا مره. انت اخدت لقب نينجا ولا ما صح؟ خدت نينجا في حاجه بعد النينجا كمان. كان في قبطان، قبطان الاغنيه الشعبيه، سلطان الاغنيه، نينجا، الصاروخ، عمرو الليثي. في القاب كتيره قوي الحمد لله. الحمد لله. فتقريبا دول اكتر كومنتات خدتها من الجوري، ومبسوط ان انا كنت في الموضوع ده وخدت التجربه دي قويه جدا يعني. طيب احنا لسه مكملين معاك، يلا. ولكن عايزين نحيي كلنا واهداء مننا كلنا لنانسي عجرم الاغنيه اللي جايه دي. يلا بينا طبعا. ومن كل المصريين اللي بيسمعونا، ونرجع نكمل مع محمد رشاد. اوكي يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يا رب تكون سمعنا. تفتكر هي ممكن تكون سمعنا دلوقتي؟ اعتقد عشان هي عندها حفله قريب هنا. طب يا رب. صح. عشان اهداء بقى لنانسي عجرم من اذاعه ميجا اف ام، ومن كل المصريين اللي محمد رشاد. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. نفسي يا رب تغالطني، فأجاهدها فتغالبني، أخشى أن أجد فتغلبني، لولا رحمتك تقربني من نورك فتني الغفران. وكفاية ده احنا مش هينفع نقول لك كفايه، ويعني ما ينفعش ان انت تغني لنا اغنيه كنا بنتسلطن وفجاه كفايه. احنا لازم نقرا لك الاس ام اس الكتيره جدا في كل حته، على الاس ام اس على 19297 وعلى الفان بيج بتاعتنا وهي انسى الطريق مع تي داتا بالعربي والفرانكو اراب. ايمان من المحله بتقول انا فخوره بيك يا ابن بلدي، ربنا معاك، عايزه اسمع كتاب حياتي يا عين. محمد سرحان عايزه امسي على اجمل فنان للعرب كلهم محمد رشاد. في عندك يا رشاد يا جامد، يا ريت تسمعنا مولاي، وهو سمعها على اليوتيوب وهي تحفه. وفي كمان بس عشان ما يموتنيش استنى اقول لك، يلا. في مريم الفار بتقول لك ان هي بتحبك جدا جدا، وصوتك قريب من حكيم، وبتمسي عليك وبتشجعك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا مريم ويخليكم كلكم ليا. في كمان شيماء، ثواني كده كانت فين شيماء علي من المحله بتقول بحب صوت رشاد جدا وهو فنان محترم، نفسي اسمع اغنيه لمصر بصوته، ويا ريت ينزلها سنجل زي اغنيه اتخنقت. حاضر. ريتشي بتقول لك انت كينج مصر اللي جاي ان شاء الله، وعايزينك تعمل حفلات كتيره جدا في كل حته وفي كل مكان في مصر كلها، وبتحبك قوي قوي قوي، وعايزه تسمع اي حاجه من اختيارك انت يا جامد قوي قوي، يا اجمل انسان كمان بتقول. الحمد لله. في كرم الخولي، كنت معاكم على الهوا امبارح، برنامجكم احلى برنامج في الدنيا، بالتوفيق ان شاء الله لمحمد رشاد. بحبك يا رشاد، نفسي اسمع منك كعب الغزال ساره من اسكندريه. حلوه دي، حلوه قوي الاغنيه دي. ويويو بتقول لك ان هي بنت
بنت يعني اسمها يويو بتقول لك ازيك يا ريتشي يا قمر انت رائع، ومامتها بتحبك قوي 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 وبيدعوا لك جامد وربنا يوفقك. ربنا يخليك يا يويو انت وماما. مسج جميله جدا بتقول يا رشاد انت احلى حاجه حصلت في السنه دي والله انت بتفرحنا. الحمد لله يا رب. في مسجز كتيره جدا 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 وكل الناس بتطلب اغاني اعتقد ان هي كتير منها انت متوقعها، لكن انا عايزاك بقى تفاجئنا وتقول لنا الاغنيه اللي انت بتحب يعني تغنيها، وناس كتير قوي مش متوقعه منك ان انت تبقى بتحب اللون ده او يعني بتحب الاغنيه دي. فجينا بحاجه ما حدش سمعها مني قبل كده. مش محتاج ولا قلتها في ارب ايدل ولا في اي برنامج تلفزيوني، وانت هو معانا في اول ودي حته جديده محمد رشاد بيغنيها بس ما حدش يعرفها لسه. طيب هو كان في حاجه انا مغنيها قبل كده، بس يعني ما اعتقدش ان الناس كتير سمعتها. ما اتذاعتش في الميديا عامه. بس هي مش اغنيتي، يعني هي اغنيه الاستاذ محمد محي طبعا، اغنيه خناقه. طب يلا احنا بنحب الاغنيه دي برضو جدا فعلا، وبنحييه كمان لو سمعنا. احنا بنحب محمد محي اكيد وانا بموت فيه اصلا. يلا بينا. اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت، كان حلمي وهمي وانا صدقت للأسف صدقت. اتخنقت كان حلمي بيموتني ببطء، خلاني فقدت النطق، احبطت واتخبطت. انا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه، سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا ايه. انا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه، سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا ايه. رجعت للصفر من مكان ما بدأت واتخنقت. الله عليك. يعني ازاي نسمع صوتك وممكن نحس بأي خنقة يعني. بجد انت صوتك يعني جميل جدا ومميز كمان، واعتقد ان احنا يعني بقالنا فترة ما كانش عندنا اللون ده والصوت ده. الصوت ده يعني مفتقدينه جدا في مصر. انت كنت فين؟ انا كنت مخنوق. كنت مخنوق من ايه؟ قبل ارب ايدل قول لنا كنت بتعمل ايه في حياتك؟ كانت ايه البلان بتاعتك كده؟ دخلت المسابقه ازاي؟ مين شجعك عليها؟ قول لنا كده من الاول خالص بقى. بص يا سولم، انا قبل ارب ايدل حاولت كتير ولفيت كتير وقدمت في بروجرامز كتير، بس يعني دايما كان بيبقى ما بيني وما بين النجاح او ما بيني وما بين ربنا يوفقني مثلا في اللي انا بعمله خطوه واحده. كان دايما ده بيصيبني بقى، وربنا كان شارك الاحسن. ما هو الحمد لله. يعني حاولت تشترك قبل كده في برامج وما كانوش مثلا بيتم اختيارك فيها؟ كتير جدا. وانت كل مره كنت برضو بتجرب وبتحاول وما فقدتش الامل. فضلت مثابر يعني انا يعني عندي حاجه كده اللي هو دايما ربنا شايل الاحسن للانسان. ده اكيد. يعني لو ما خدش حظه دلوقتي فاكيد هياخده وهياخده كتير جدا يعني. وانت دلوقتي عرفت ان ده كان الوقت المناسب فعلا ان انت تظهر فيه. الحمد لله يا رب. الحمد لله. فكنت بغني في حفلات في الاوبرا، اغني في وسط الجامعه ايام الكليه، كنت بغني في ممكن في افراح قرايبي مثلا او اخواتي، الحاجات اللي هي بتواجب معاهم يعني الاسر، يعني مستوى الاسر. عيلتي بقى لازم فنان العيله كده هتواجب مع مصر كلها. وبما ان احنا كلنا عيله واحده يا جماعه، اي حد عنده فرح بقى يلا بينا يكلمك على طول. كتير 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 لحد ما حصل الاوديشن بتاع ارب ايدل، قدمت ونجحت الحمد لله، ووصلت اللي انا وصلت له ده زي ما الناس كلها شايفه. الحمد لله. الحمد لله. طب لما نرجع اللينك الجاي بقى، لو انت كنت وصلت للفاينل خلاص وانت خدت اللقب على الستيج وقالوا لك غني بقى اخر اغنيه وانت كده الارب ايدل، كنت هتحب تغني ايه؟ قولها لنا بقى اللينك الجاي ولكن بغنى. يعني فكر فيها كده وهناخد فاصل اعلاني ونرجع تخش كده تغنيها لي. يلا بينا. يلا بينا. وانتوا كمان يلا بينا، ابعتوا لنا على 192.7 الاسئله وكمان الاغاني اللي عايزين تسمعوها من محمد رشاد. فاصل اعلاني ونرجع نكمل مع نجم مصر الجميل الخلوق محمد رشاد. ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة.
قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. مبدئيا لما تبص على الفان بيج بتاعتنا وعلى الاس ام اس هتعرف قد ايه ان انت فعلا قصه نجاح، مش محتاج لا تايتل ولا محتاج شهاده ولا كاس الامم ولا كاس حتى يعني شبرا. ومش يعني بس في الفان بيج بتاعتنا، مش بس في اذاعتنا بس، فعلا يعني لو قعدت يا عم على قهوه في الشارع بشكل راندوم كده واستخبيت وجبت سيره ارب ايدل هتلاقي ناس كتيره جدا بتشكر فيك. وكمان مره هعيد وازيد، هم طبعا كله بيشكر في صوتك ولكن كمان في اخلاقك يا محمد يا رشاد، انها بتبان في شخصيه الواحد، في طريقه كلامه مع الناس، في تعليقاته، في كل حاجه. هو ده اللي انا كنت بكلمك عنه سويلم قبل ما بنتكلم عن اللقب وحب الناس. هو ده المكسب الحقيقي. ده حقيقي. اسكندريه كلها بتحبك يا رشاد، نفسي تغني مولاي. منور يا فنان، دايما مشرفنا ورافع راسنا بفنك واخلاقك. مكملين معاك يا قبطان ومن نجاح لنجاح يا رب. صوتك حلو حتى وانت بتتكلم يا ريتشي سينا حليم. تتعاكس كمان يا معلم. يعني واحنا قاعدين كده يا سيما. الحمد لله. طيب في برضه سؤال اتبعت لك الحقيقه عايزين برضه نرد عليه، هو كان من غير اسم بس كان بيقول على اصعب لحظه واحلى لحظه عديت عليها، سواء انت اختار بقى، سواء كان في البرنامج او في حياتك عامه. هو لو في حياتي عموما اصعب لحظتين مش لحظه، كانت وفاه اخويا الله يرحمه. عندي 8 سنين وهو اصغر مني بسنه. وبعديها من اصعب لحظات حياتي كلها كان والدي بقى الله يرحمه. ده الله يرحمه. انت دلوقتي ابن وحيد ولا ليك اخوات؟ ليا اختين بس يعني. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم، لان انت اكيد السند بتاعهم دلوقتي. هم اكيد هم طيب شعورهم ايه؟ بصي هو يعني هم اكيد في قمه سعادتهم الحمد لله ان ربنا بيعوضهم عن بابا بيا، وانا يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا بيكرمني وان شاء الله هيكرمني عشانهم وعشان خاطر والدتي. والف حمد والف شكر. يعني اسعد لحظات حياتي بقى لما وصلت اللي انا وصلت له ده، ورجعت وشفت الاستقبال بتاع المطار وشفت استقبال اهل بلدي وشفت الفرحه في عيون الناس ان انا رجعت وان انا نجحت. يعني هم مش شايفين ان انا مش مسابقه وانا طلعت منها. لا هم مش شايفين كده، هم شايفين ان انا نجحت الحمد لله. ده حقيقي، وده نجاح بالنسبه لي. ده حقيقي. انت كنت متوقع لا قول لا كنت متوقع كل ده يعني قبل ما تشترك في البرنامج؟ ابدا. انا عارف ان ربنا شايل لي خير، بس يعني ما كنتش متخيل ان هو ربنا هيديني كل ده. الحمد لله. الحمد لله. بمناسبة الفرح في مسج جاي لك بتقول: رشاد انا اول مرة ابعت مسج لاي حد، بس انت رائع وانا كنت بشوف البرنامج ده علشانك وفرحتنا، ربنا يفرحك زي ما فرحتنا. دي لولو عادل بتقول: ارجو ان انتوا توصلوا رسالتي وصلت يا لولو، ودي رسالة من كل المصريين دي كمان. ربنا يخليكي ويفرحك دايما ويفرح الناس. لا استنى، ده في مسج كمان يا عم محمد: انت نجم جامد جدا، عايزه رقم موبايلك. يعني مبدئيا كده. لا بس هي عشان عايزاه يغني معاها في فرح بنات يا عم، ما هي بتبقى البدايه كده. انت صدقت برضه. طيب انت قوي. طيب نفسنا نسمع صوتك وانت بتغني. تسمعنا ايه بقى لو انت فعلا كده دلوقتي زي ما احنا قلنا، يعني احنا لسه بنلف حوالين ارب ايدل وانت مش محتاج التايتل قلنا، ولكن انت بقى خلاص وصلت وخدت اللقب وواقف دلوقتي على الستيج، واخر اغنيه بقى ليك برضه هتغنيها لكل الناس. انت تحب تقول ايه كمان؟ انا كان في اغنيه بس كان نفسي اغني لمصر. هي كانت المفروض اغنيه الفاينل يعني، بس يا ريت. يلا نعتبر ان ده الفاينل دلوقتي. غني لنا اغنيه مصر. يلا. مصر يما يا باهية يم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو وابتسامتك هي. وكفايه بقى، كفايه كده. الله عليك. جميله، اغنيه جميله طبعا. وتحيه برضو كمان مره لكل المصريين اللي بيسمعونا، اللي وقفوا ورا محمد رشاد، اللي فرحوا لمحمد رشاد، اللي دعوا لمحمد رشاد، واللي هيفضلوا مكملين وراك لحد يعني ما هتعمل اي بروجكت، هم هيفضلوا وراك دايما. الحمد لله. واحنا اكيد متاكدين ان مش بس المصريين اللي كانوا وراك، لكن كمان كتير جدا من العرب اكيد كانوا بيساندوك، لان احنا كلنا اكيد بنتبسط لما بنلاقي موهبه قدامنا، ايا كانت بقى
جنسيتها من اي بلد عربيه، لكن كلنا بنحب نسمع الصوت الحلو. بما ان احنا بنسلطن، تعالوا نسمع حاجه بقى لخالد سليم ونرجع نكمل مع النجم. ما تختار لنا انت كمان بقى اغنيه، يعني مين الاغنيه او مين الفنان اللي بتحب تسمع له جدا، والاغنيه كمان اللي بتسلطنك. ولو عايز تعمل اهداء على الهواء عادي برضه. يلا بينا نسمع خالد سليم ونرجع بعد كده تكون حضرت الاغنيه. طيب خليكم معانا ونرجع نكمل مع محمد رشاد. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. اصل احنا لما بنقول مصر ولادة ما بيبقاش الكلام أكيد. وفي كل المجالات أكيد. ولكن بنتبسط بقى اكتر لما نخش في موضوع الغنى. انت صوتك فيه بصمه مكتوب فيها صنع في مصر، فيها كده حته اصاله على ما تفهمش ايه التوليفه اللي فيها. ولكن لو انت غنيت وسط كذا حد هتلاقي واحنا حتى مش شايفين شكل محمد رشاد، الراجل ده مصري على فكره، ودي حاجه حلوه جدا وممكن تكون من اسباب برضو النجاح والطلاق، مش بس ان يبقى ليك جمهور في مصر ولكن في الوطن العربي، لان مصر فعلا هي ام الدنيا. شاء الناس او ام ابو، هي مصر ام الدنيا برضو. طبعا. محمد رشاد، قبل ما تشترك في عرب ايدل، هل انت كنت مخطط لنفسك ان انت تمشي في الاتجاه او اللون الشعبي، ولا انت كنت يعني بتحب تغني كل الانواع؟ بالظبط، يعني انا قبل البروجرام كنت بغني اي اغنيه تعجبني، يعني مش شرط شعبي، يعني اللي يعلق معاك كله يعني احمد سعد، ادم، صابر رباعي، وائل كفوري، حسين جسمي، شيرين، يعني بص اي حد يعجبني الاغنيه بتاعته كنت بغنيها. طب ياسمين ايمن المعده كانت محضره لنا سؤال حلو جدا. بتقول لك دلوقتي ان بالنسبه للجنه بتاعت عرب ايدل، احلام كانت بتقول لك ما تحصرش نفسك يا رشاد في اللون الشعبي واطلع بره وغني وكده، وانت اثبتت لها، وانا كنت حاسس انت قاصد تثبت للناس كلها ان انا اغني اي حاجه، لان المطرب الجامد متمكن صوته في اي حاجه. أكيد. على الناحيه الثانيه كان حسن شافعي بيقول لك انت نجم في الحته دي ومحدش يقدر ينافسك في المنطقه دي، فركز فيها. انت شايف هم الوجهتين النظر يحترموا والاثنين ممكن يكون عندهم بوينت صح، بس انت ميلت اكتر لاي واحده؟ بص انا اقول لك حاجه، يعني انا كنت دايما في برايم الجمعه كنت بغني الاغاني اللي هي قريبه من الشعبي، وحتى يمكن مرتين ثلاثه غنيت الهوى سلطان، جورج بتعاتبني، جورج مش شعبي خالص، اما براوه مش شعبي نهائي. غير كده بقى السبت كنت غنيت لصباح ساعات غنيت اخدوا الريح ليها برضو غنيت. انت اللي كنت بتختار الاغاني ولا كنت بتسمع اقتراحات مثلا من معرفش بروديوسر؟ هو كان بيبقى فيه مثلا مناسبة بسبب في يوم السبت بالذات، يعني مثلا حصل وفاة صباح فغنيت لها ساعات قلت انا عايز اغني لها اخدوا الريح. قبلها في الميدلي كنا غنيت طلبت ان انا اغني ساعات في باب الحارة، دي حاجة سوري خالص شامي ملهاش علاقة بأي شعبي. وهكذا، يعني كان في اختيارات مختلفة. حتى الخليجي مع أحلام غنيت الأغنية بتاعتها، فهي يعني عندها حق في الموضوع ده. وحسن عنده حق في نقطة تانية، اللي هو شايف ان في كاركتر معين موجود في صوتك بالظبط، انت لازم تستغله، ومش كتير. يعني هو بيقول لي مش موجود في مصر كتير الخامة دي، او اللي هو الشعبي الراقي اللي هو بتاع رشدي وبتاع العزبي. فهو كان حابب الموضوع ده، ان هو متميز فيه. عايزة اقرا لك مسج انا عن نفسي كتبتها امبارح على البوست الخاص بيك ان انت معانا النهارده في البرنامج. المسج بتقول: في رايي انت عرب ايدل، والدليل لما لجنه التحكيم قالت يوم ما خرجت لا تعليق دي ثمر الفوان. ده حقيقي. وكتير من المصريين فعلا زي ما قلت لك بره الهوا بطلوا اصلا يشوفوا البرنامج بعد ما محمد رشاد سلمى موافقاني خرج من البرنامج. والله نيفين انا عايز اقول لك ان انا عرب ايدل او ايجيبت ايدل او وات ايفر ايدل، بس بحبكم انتوا يعني. الحمد لله، ربنا يخليك. في سؤال فني جايلك من نورهان، بتقول لك ايه اكلتك المفضله يا ريتشي؟ انا شاطره جدا في المطبخ على فكره، يعني خلي بالك. بسله في شغل عالي، اشتغلي على البسله. انت طيب قوي يا محمد. البسله دي بتخلص في 5 دقايق. يلا يا نورهان انت محظوظه، تجيبها مجمده وتفكها في ثانيه كمان مسلوقه، تخيل. طيب محمد، انت دلوقتي في مرحله تانية خالص، أكيد. في حته تانية خالص غير من شهرين. أكيد الحمد لله. دلوقتي انت بتحلم لنفسك بايه؟ وبتحلم اول اغنية دوات مثلا ممكن تغنيها تبقى مع مين؟
اول اغنيه دي يعني اول اغنيه لنفسك يبقى مين كاتبها وملحنها ومين الموزع؟ بصي هو في احنا عايزين احلام متفصله. في اسامي علامات في مصر او في الوطن العربي عامه، زي استاذ ايمن بهجت قمر طبعا الكاتب سعد، استاذ محمد رحيم، استاذ محمد عبد المنعم، في اكتر من اسم في تلحين، عمرو مصطفى، في كتير، بس يعني عشان ما ننساش حد وحد يزعل. انا بتمنى ان انا يعني بدايتي باذن الله ربنا يوفقني واكون مع بدايتي مع حد من الاساتذه الكبار دول، لان هم اضافه لاي مطرب في بدايه مشواره او حتى في نص مشواره او في اخر مشواره، هم اضافه. فيعني الله المستعان. وموزع مين؟ حسن الشافعي مثلا؟ ممكن، ليه لا؟ طبعا ده حبيبي يعني. حبيبنا كل ده، في ناس طالبينه بالاسم يا راجل. في ناس عايزينه بقى الحلقه الجايه، يعني جبنا محمد رشاد نجيب حسن الشافعي بقى. هو عالمي اصلا. وفي عندنا حد عايز يقول كوري بس مش هقول مين، يعني برضه نستضيفه يعني مبدئيا انا ما عنديش انا ومحمد رشاد اهو. قبل ما نطلع من اللينك ده الدوات مع مين؟ ممكن نانسي عجرم، جنات، يعني كفايه كبدايه. كبدايه انا موافق. لحد ما نشوف بقى مين اللي عايزه بعد كده. طيب حلو قوي. بص الناس اللي جات لك دي دلوقتي من يارا فاضل بتقول لك يا ريتشي انا عمري ما كان عندي فيفورت سينجر، ما كانش عندي مغني مفضل، بس بعد ما سمعتك وسمعت صوتك انت بقيت مغنيه المفضل، ربنا يحميك. وبتقول لك كمان هي مبسوطه قوي بيك وان انت شرفت بلدنا وشرفت مصر وكل المصريين كلها، وهي كانت من الناس اللي استقبلتك في المطار ومبسوطه قوي انها شافتك واستقبلتك وسط كل الناس اللي بتحبك. ميرسي يا يارا، وانت الفيفورت فان بتاعي. يا سلام. بس يارا طارت كده. طيب انت اخترت الاغنيه اللي جايه اللي هي الفيروز البنت الشلبيه، هنسمعها ونرجع نكمل مع محمد. لا وهنرجع نسمع اغنيه انت اللي هتختارها، بس انت اللي هتغنيها برضو. اوكي ماشي. يلا بينا فيروز ونرجع نكمل معاكم على طول. انا بموت في الاغنيه دي، هي اغنيه جميله، ذوقك حلو. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. احنا بنحاول نلحق اكبر كمية من الاغاني نسمعها بصوتك قبل ما الوقت يخلص، وما قريناش 5% من المسجز اللي جات لك والكومنتس اللي على الفان بيج. بنعتذر لكل حد بعت، هنحاول حتى بعد الهوا لو انت تبص عليهم او انتوا بقى اعملوا فولو طبعا لمحمد رشاد وانتوا بقى ليه بعد كده بنعتذر كمان مره. عايزينك بقى تغني لنا حاجه وما تنساش الاهداء. اوكي. دي عشان خاطر بس الطلبات اللي بتيجي كلها بالصبر، يعني عشان خاطر كل المشجعين، كل الناس، والميجاويه كمان. يلا والميجاويه، يلا يا ميجاويه. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الايام. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الايام، وما تحسبوش جفنا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، وما تحسبوش جفنا عيني، من بعد الحبيب بينام، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، واحسبوا الايام، وفي ايدي المزامير وفي قلبي المسامير، في ايدي المزامير وفي قلبي المسامير، والدنيا غربتني وانا الشاب
وشك خطفني من اصحابي وانا واد صياد، لفيت بلاد وبلاد وبلاد. كفايه بقى انا استقريت في مصر. كفايه. ونورت بلدك تاني يا محمد يا رشاد. لا وتنور كل البلاد اللي هتزورها علشان يعني توصل لهم فنك وصوت المصريين وفنهم. يعني نفسي اوصل لهم حاجه واحده بس، ايه؟ ان احنا كلنا عرب، كلنا اسمنا عرب تحت المسمى ده. يعني مفيش حاجه اسمها مصري سعودي جزائري، كلنا عرب وكلنا مسلمين ومسيحيين اخوات تحت وطن كبير جدا، المفروض كلنا نبقى حاجه واحده. صح. بس بما انك بقى دلوقتي بتقول رسالة مهمة جدا، فاحنا النهاردة اصلا يوم الاثنين زي ما انت سامع احنا بنتكلم دايما على قصص النجاح وازاي ان احنا نوصل للنجاح. لكل الناس اللي سامعاك دلوقتي واللي انت اصلا نموذج للنجاح، الحمد لله. تقول لهم ايه؟ ايه تنصحهم بايه؟ لو اي حد في اي مجال بقى هو نفسه ينجح في المجال اللي هو فيه ولسه ما ابتداش او ما وصلش اللي هو عايزه، تقول له انت ايه عن تجربتك الشخصيه؟ والله انا عن تجربتي الشخصيه اقول له حاجه واحده بس، ان هو يثق في ربنا، ان ربنا عمره ما هيضيع تعبه ولا مجهوده. اكيد طول ما هو بيشتغل وطول ما هو حلمه قدامه وبيدور عليه، ربنا هيبارك له وهيحقق حلمه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب احنا كان في اداء تاني بنتكلم عليه، يعني ممكن يبقى مصحوب باغنيه تانية. مصحوب حتى كده يعني كده ماشيين مع بعضيهم. ايه هو الاهداء بقى وايه الاغنيه؟ انا يعني عايز اهدي سارة ابراهيم، الطفلة السعودية الجميلة، اكبر مشجعة ليا برغم ان هي يعني بتكافح مرض ربنا ما يكتبه علينا ويشفيها الاطفال اللي زيها. هي انا بهدلها هي وسيال طويل البنوتة التانية اللي غنت معاك على الستيج. وبهدي الناس كتير قوي حبوا الاغنية دي، غيرك ما بختار، ويعني نقول حاجة منها. يلا بينا. غيرك ما بختار ولو حرقوني بنار، بحالك يا روحي لا كان ولا صار، بحالك يا روحي لا كان ولا صار، وانا وراكي دايم دوم، ساعة بساعة ويوم بيوم، هالقلب بحبك مغروم، جنن فيكي ليل نهار، وانا وراكي دايم دوم، ساعة بساعة ويوم بيوم، هالقلب بحبك مغروم، جنن فيكي ليل نهار. احنا يعني شايفين نقول لك الناس كلها متسلطنه، والناس اللي واقفه على الكوبري فاتحه البيبان بقى خلاص وكله قاعد مربع على لا الكبوت. وكل كلمه بتقولها بيبعتوا على طول SMS. مريم عمران بتقول لك يا محمد انت افضل مغني في العالم، بحبك قوي. ربنا يخليك يا مريم. الحمد لله. في كمان مين بيسلم؟ في ساره مركزه معاك قوي، بتقول لك في حركه كده انت بتعملها بلسانك بطريقه كلامك وهي يعني مركزه معاك في التفاصيل كلها وبتسلم عليك جدا. ميرسي ليك يا ساره. هنستناك قريب على CD بقى امتى؟ يعني سنجلايه معديه كده يعني، او حفله والناس كلها تجيلك فيها. هو في يعني ان شاء الله في راس السنه في حفلتين، في بعد راس السنه فين؟ ما اقولش فين. فين ما اقولش فين. ياسمين هتروح الحفله اللي قبلينا. ما تقلقش، كل معجبينك هيروحوا لك في اي مكان هيبقوا عارفين انت فين. يعني هيتابعوا الفان بيج ويعرفوا المكان والزمان. احنا عايزين الاغاني بتسخنهم بس كده. الاغاني هتبدا باذن الله ان شاء الله بعد حفله شرم. هيبقى عندي حفله في 2/1 شرم باذن الله. هرجع منها يبقى في بقى تحضير بقى الاول سنجل مثلا مع فيديو كليب. يعني في كتير ان شاء الله. يعني ان شاء الله في خطه يعني على الربيع كده ان شاء الله، يا شهر 13 بجد. هلحق. طب يلا بينا، الحقنا لو سمحت باغنيه بسرعه جدا. طبعا انت عارف ميجا FM معاك، واول اغنيه ان شاء الله تعملها بقى بعد رجوعك تبقى عندنا على طول. احنا هنروح مع التصوير كمان بقى. انا ما عنديش اي عارف ممكن نحضر معاك على فكره. لا انت تيجي يعني مش انت بتعرف تطبخ بسله يا سويلت؟
انا اطبخ ايه؟ انا باكل سبع الليل بالعافيه. انت بلاش انا بطبخ بسله. يلا كده. انت منورنا النهارده، والحلقه كان يعني طارت هوا معاك، وكان نفسنا تكمل اكتر من كده، ولكن احنا زي ما نيفين قالت لك هنتابع معاك بقى مشوارك من هنا ورايح باذن الله. يلا بينا. وتعالى بس ناخد فاصل سريعا ونرجع بقى، تبقى اخر رساله منك لكل اي حد انت عايز تشكره او توجه له حاجه بمناسبه السنه الجديده، بما ان احنا مش هنشوفك غير السنه الجايه بقى خلاص. في اي حاجه عايز تقولها لاي حد، ولكن بعد الفاصل ده. يلا بينا. تحب الاغنيه دي؟ طبعا عالم. محمد رشاد، واحنا وقتنا مع الاسف بيخلص، فاحنا حابين ان احنا ندي لك المايك تقول بقى رسائل قصيره بقى تهني الناس اي حد انت عايز تشكر اي حد اللي انت عايزه كله. رسائل قصيره. اولا يعني هابي نيو يير، وكل سنه وكل الاخوه المسيحيين بالف خير، ويا رب عام جديد سعيد علينا كلنا مصريين وعرب. وبشكر كل اللي وقف معايا وشجعني ودعمني وصوت. العفو يا محمد والله. ربنا يخليك. انا عارف مفيش داعي انك تشكرني على الهوا، يعني مش كده. بشكر سلمى طبعا ان هي جت من الفان الكبيره لحد هنا، يعني مش هتسلم عليك ده حبيبي، شرف كبير ليا. ونشكر المعده القويه بتاعتنا ياسمين ايمن، معده في الوطن العربي، محمد سويلم. حبيبي. بشكر كل الناس. في ناس معينين بس احب اشكرهم جدا. دكتور سمير القمري، دكتور محمد عبد الستار، استاذ احمد صفوت. الناس دي علامه في حياتي، اتعلمت منهم كتير جدا لحد ما وصلت اللي انا فيه. بشكر كل المصريين. والحاجه لازم تشكر الحاجه ماما. لا طبعا ده قبل كل الاسامي دي. ماما دي في قلبي، يعني مش محتاج ان هي تسمع مني ان انا بشكرها، لان هي بنشكرها. احنا بنشكرها. يا رب ربنا يخليكم ليا. ربنا يخليك لينا وليهم، وان شاء الله دايما كده في نجاح، ومستنيين الاغنيه بس ما تاخرش ان شاء الله. يعني انجز يا محمد. لا مش هتاخر. لا. طب تختمها بقى بحاجه، تسمعنا حاجه كده اخيره منك لكل المجاويه اللي بيسمعونا. حاجه انا كان نفسي اغني حاجه لتامر ومنير وعمرو، بس يعني خلينا في الهضبه بما اني نختمها بالهضبه، والمره الجايه نغني لبقيت كل النجوم الجمال. يلا بينا. يلا بينا. خلاص بقى بيتكلم، يرحم زمن السكوت، كبر قوم وتعلم، وخلاص طلع له صوت. كان طيب كان حنين، اتاري كداب كبير، مش زي ما كان مبين، ده خدعنا سنين كتير، خدعنا واحدة واحدة، وجرحنا مرة واحدة، واتعلم فوق يطير. محمد رشاد، احنا طرنا من السعاده ان انت معانا النهارده بجد. اللي رب وراضي عنه بيحبب فيه خلقه، وانت شفت حب الناس فيك. ربنا يديمها عليك نعمه، جزء كبير من الرزق حب الناس طبعا. وربنا يرزقك حب الناس اكتر واكتر. اللهم امين يا رب. حبيبي انا مبسوط ان انا كنت مع نيفين محمود ومحمد سويلم. حبيبي ربنا يخليك يا محمد، ويا رب دايما مجاويه مكسرين الدنيا. يا ربنا يخليك، ودايما مع بعض، وباب دايما مفتوح ليك ان انت تبقى يعني معانا في اي وقت، واول اغنيه ان شاء الله لازم تبقى معانا. من غير باب انت بقيت صاحب مكان، انت تزق الباب وتخش. بالظبط. نورتنا يا رشاد، بشكرك جدا. طيب خليكم بقى قاعدين يا مجاويه مع شريف وفريده من 6 ل 8. احنا عايزين نشكر كل الناس اللي كانت معانا الحلقه دي، ومعلش احنا اسفين لو ما قدرناش نلحق يعني نقرا المسجز، بس يعني محمد رشاد وصلت لكل حاجه وصلت والله، وحاجات قريناها اوف اير كمان. معلش اسفين كمان مره للوقت، ونسيبكم بقى مع الهضبه فعلا، ونسمع اغنيه لعمرو دياب بما ان احنا يعني جبنا سيره البوب الكبير. يلا بينا. نتقابل بكره ان شاء الله، وانسى الطريق مع تي ديتا. باي باي. سلام عليكم.